اختلفت المسميات والمبدأ واحد: مرتزقة. فصيل جديد يدخل على ساحات استباحة الدم السوري بعد أيام من كشف وثائق لمرتزقة روس ويونان وأوكران، ومن قبل آلاف من العراق ولبنان وإيران. صفحات ومواقع إخبارية موالية تنعي مقاتلا مصريا في صفوف قوات النظام بعد مقتله في المعارك الأخيرة مع ثوار سوريا بمنطقة القلمون. القتيل يدعى أحمد عثمان، مصري الجنسية، من مواليد القاهرة، ينتسب إلى لواء جديد يدعى الحرس القومي العربي على غرار لواء أبو الفضل العباس العراقي، في حين أصر هذا اللواء والصفحات الموالية على تسمية قتيلهم بأبي بكر المصري لأهداف ليس أقلها رفع الشبهة الإيرانية عنه. الإعلان عن مقتل المرتزق أحمد عثمان الذي تشهد سيرته الذاتية على مدى حالة الفقر التي عاشها جاء بعد إعلان سابق عن مقتل 4 مصريين آخرين لذات اللواء، إضافة لآخرين من جنسيات سورية تم التكتم عن انتماءاتهم المذهبية، ليبدو هذا الفصيل الجديد كمظهر الصحوة والفزعة العربية لبلد المقاومة والممانعة بعد احتراق الأوراق الإيرانية وأدواتها في سوريا. الحرس القومي العربي الذي تتبناه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنشئت على عجل، أهمها شبكة ناصر الإخبارية وقوميون عرب والشباب القومي العربي، تظهر حالة من الإرباك الواضح في تعليقاتها، إذ يظن الداخل إليها للوهلة الأولى أنها صفحات طائفية تابعة للنظام أو لحزب الله الشيعي اللبناني، في حين أن التناقض الواضح في مواضيعها لا يدع مجالا للشك حول ارتزاقها على حساب الشعب السوري الباحث عن الحرية في ثورته. لتبدو هذه الصفحات ومريدوها ما بين شعارات التعصب اليمينية للقومية العربية وما بين الترحيب والتهليل بالمشروع الإيراني الفارسي الذي شهد الجميع على أطماعه في المنطقة العربية. أيها النواصب، انكشاف هذا المشروع وتحول القتال في سوريا ما بين ثوار سوريين من جميع المحافظات من جهة، وبين نظام يعتمد على طائفة معينة يقودها أخيرا قادة وعناصر إيرانية ولبنانية وعراقية وحوثية وحتى باكستانية من ذات اللون، دفع بالأخير إلى استجلاب مرتزقة من لون آخر وشكل مختلف لإضفاء ذاك النفس المقاوم على قتل السوريين، كميليشيا أحمد جبريل التي من المفترض أن تقاتل إسرائيل، في حين أن معظم قتلاها بعد شراء قادتها وعناصرها باتوا من ذات أهل فلسطين، وليس مخيم اليرموك جنوبي العاصمة بمثال بعيد.